هنقص على حجم اكبر من ال8 بتلات. طبعا هنحط ال8 بتلات جنب بعض نشوف هتاخد قد ايه، واكيد يعني هناخد حجم اكبر لان احنا لسه هنلفه ونعشقه في بعض. بصوا يا جماعه هي كده. ليه انا عملت اللوب ده؟ لان ببساطه هي كده. معلش يا جماعه اتعوجت. هدخل دي فوق وهدخل دي تحت بالشكل كده يا جماعه، من فوق ومن تحت بالشكل ده كده. ربطت جامد الخيط، قصدي ربطته جامد يعني خيط النحاس كده قوي علشان ايه؟ يحكم التكوين اهو. عادي لفيته 3 لفات. ده اهو الشكل والتكوين اهو. بمنتهى الرفق الفه حوالين بعضه بمنتهى الرفق كده. احاول ان انا ايه اخليه مدور. معلش يا جماعة نسيت ان انا بصور فوق. بصوا يا جماعة بحاول ان انا ايه اخليه مدور. بعد ما لفيته داير ما يدور كده حوالين بعضه، هحاول ان انا الفتحة دي هنا دي ادخلها فيها كده، وبعدين كده، وبعدين نقفل عليها كده. هل احنا هنسيب التكوين بس كده؟ اكيد لا. جبت يا جماعة من ده يعني قده بالظبط اهو، قده بالظبط. وليه انا مقلتش كده في اول الفيديو؟ لان احنا مثلا لو هنستخدم ده اكيد حجم مختلف عن ده، فاكيد مش هتبقى البتاعة دي صغيرة كده، اكيد هيبقى اكبر. ماشي، فهو الاول نعمل اللوب ونشوف ايه اللي هيكون على قده. ماشي، جبت منه كمية الواحدة ب2 جنيه، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن شكله حلو قوي. اوكي يا بنوتات يا حلوات، هنجيب من ده ونشبكه فيهم. هنجيب من اللي هو ده بس اكيد اطول شوية يعني، وندخله جواها. هي هنا فيها خروم، ونحاول ان احنا نعشقها فيها بالشكل ده كده. هو عشان انا معشقها على خط واحد فعاملة كده. نعشقهم ازاي؟ ندخل دي هنا وهنا زي ما انتم شايفين واضح اهو، وضحت. وندخل هنا ونلفها حواليها، وندخل هنا ونلفها حواليها زي ما هو واضح كده. اوكي، دي عشان على خط واحد او على سلك واحد فمش ثابته قوي، لكن دي على سلكين فثابته. بصوا دي برضو على سلكين، وعشان كده ثابته وما بتتحركش. ودي اسمها الخريطه الذهنيه بتاعتي. اكيد لسه في حاجات ناقصه، دي لسه هغير اللون وكده يعني، لكن ده خريطه ذهنيه ولسه فيه هعمل ورده هنا وورده هنا يعني. ف الشكل ده التكوين ده يعني حلو قوي، اقدر اعمل بيه حاجات كتيره. اقدر اعمل بيه تيجان، سلاسل، تقوم. انا عملت طقم ما ناقص بس غير التاج، واشتري سلك جديد لان المواد بتنقص من عندي، فانا هشتري حاجات جديده وارجع لكم. اللي على اليمين ده المقاس الصغير، واللي على الشمال ده المقاس الكبير. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين اهو، حطيت الاستراس في سلك التشكيل زي ما انتم شايفين. وبعدين هعمل ايه؟ هقوم ضمه ده على بعض، لفاه كده جنب بعض زي ما انتم شايفين، لفيناه كده على بعض. بعدين بقى هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نحاول ان احنا نكوره، نقوم متنينه كده على شكل بسم الله ما شاء الله. كورتهم كده على بعض. بعدين بقى فكيت السلكين تاني عشان اعرف الفهم كويس ويبقوا ايه مفرودين كده. هقوم بقى ايه مدخله السلكين دول اللي طالعين من دي، ادخلهم في الدوريه دي كده، واقوم جايبه السلك ده مدخلاه هنا، وجايبه السلك ده مدخلاه هنا.
دخلتهم ولفتهم اهو بالمنظر ده. بسم الله ما شاء الله، دخلتهم اهو ولفتهم. بعدين هيبقى في قرن طالع لي هنا. طيب القرن ده اعمل فيه ايه؟ هنحطه هنا كده، ونجيب الاسترسية بتاعتنا المدورة اللي هي الشكل ده، او ايه الشكل التاني من الاشكال دي. لكن انا عن نفسي هستخدم ايه؟ هستخدم الشكل المدور. دي هي الاستراسية اللي انا هستخدمها. ده كله يا جماعة شغل استراس. هقوم بقى تانيها من ورا كده، وايه ده من ظهرها اهو زي ما انتوا شايفين. هقوم مدخلة دي هنا كده الشكل ده كده، دخلتها طبعا ده بقى ورا، فهقوم ايه دايسة هنا. ماشي. بصوا يا جماعة، هي بقى فتحتين كده، هنقوم احنا ايه، بصوا مش واضح، معلش يا جماعة الكاميرا مش واضحة. بصوا هي من ورا ايه كده. هقوم انا ايه دخلت السلك هنا كده كده، واقوم شداه. بصوا، يبقى انا دخلت السلك من هنا. بحاول اوضح اهو، بقلل الامكانيات اللي عندي. بعدين نشد تاني ونقوم ايه لافينه ومدخلينه، لافينه ومدخلينه تاني مطرح ما جبنا منه، بحيث ان هو ايه يلف برضه على نفس. بسم الله ما شاء الله. طب يا جماعة، ده فكرة التاج بتاعي. هو لسه بشتغل عليه. ماشي. فانا عندي عايزة اوريكم حاجة. هو بصوا كتلة واحدة. ازاي بقى كتلة واحدة؟ هقول لكم. هنجيب من اللي هو الخيط اللي بيتني ده، وبقى نعمل ايه. هقول لكم انا استخدمت من اللي هو الشكل ده. هو يعتبر شكلين بس اللي انا استخدمتهم، والشكل ده مميز عشان هيبقى ايه في المنتصف. ماشي، هيبقى في المنتصف كده. طيب انا بقى عملت ايه؟ جبت ده وايه زي الخرز بالظبط. هو هنا اتنين ماشي، فسلكتين اللي مسكنهم. فانا قمت ايه رابطه سلكه هنا وايه ومدخله هنا عادي، ورابطه هنا ومدخله هنا ورابطه هنا. سهل جدا يا جماعه. اهو يا جماعه خيط واحد اهو، دخلته كله. بدخل من هنا واطلع من هنا، وادخل من هنا واطلع من هنا زي الخيطه بالظبط. بصوا يا جماعه زي ما انتوا شايفين، جبت من اللي هو ده ماشي، وقمت ايه تانية اخر حتتين كده. ده توكاتو عشان التاج. لكن اكيد قبل ما نعمل الطوق لازم الاول ان احنا ايه نعشقهم. جبت من اللي هو البتاع ده وقمت معشقاه. هي هنا فيها فتحتين، قمت انا يعني هي مختلفة شوية. هي ايه بصوا عاملة زي القفص كده. دخلت من هنا وخرجت من هنا وربطت، دخلت من هنا وخرجت من هنا وربطت زي ما انتوا شايفين. وكذلك الزرقاء اللي في النص. اكيد طبعا لسه هنا هحط واحدة كمان، لكن بصوا عليها شكلها مبدئي. هي يعني كده علشان ايه مفروض تتفرد، يعني اكيد انا هفردها بطريقة معينة، لكن ده ايه شكل اول للموضوع. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هل وصلنا؟ ليس بعد.